موضوع اللي هقوله شديد الحساسيه، وانا عارف انه ربما يعرضني انا شخصيا للهجوم يعني الحقيقه. بس انا قلت لحضراتكم في بدايه البرنامج انا ببقى مستاء جدا من وجهه نظر واحده. ابو تريكه ظهر في اعلان للنادي الاهلي والدنيا اتقلبت. واعتذر ان بعض اللي كتبوا تعليقات شديده اللي يعني بيهاجموا هجوم غير عادي، هذا الكذا الكذا الكذا، الحقيقه يعني ربما يكون عندهم وجهه نظر مسبقه. فالحقيقه يعني بيقول وان لا الاهلي مش فوق كذا وهذا الارهابي وهذا كذا يعني. انا عايز اقول لحضراتكم ان اعتمدوا على شائعه قديمه. يعني قال لك ان ابو تريكه راح التقى مع السيده اللي قتلت كذا، وابو تريكه طلع نفى الكلام ده وقال انه عمره ما عمل ده، وان دي قضيه ملفقه الحقيقه وشائعه تم دحضها. وبعدين في سنه 2014 نشرت مواقع محليه وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوره لابو تريكه الى جانب سيده مسنه ادعوا انها لزياره ابو تريكه لمنزل والده احد المتهمين في اقتحام وقتل ضباط مركز شرطه كرداس، وده كان اسمه طه عبده. الا ان الخبر ده مفبرك بالكامل، اذ لم يتضمن اسماء المتورطين في القضيه وقتها سواء من المحكوم عليهم او الذين حكموا على البراءه اسمه طه عبده من الاساس. وابو تريكه قال في مايو 2015 لجريده الاهرام ان تلك الصوره مع جاره اسرتي في ناهيه قابلتها في فرح اخي، واتحدى العالم واتحدى اي شخص يثبت عكس تلك الحقائق. وابو تريكه وقتها قال مع الاسف كنت ضحيه لصفحات مزوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفعني لتوثيق حسابي الجديد. اما لاعب الكره السابق في نادي الترسانة والذي ظهر في احداث كرداسه فكان ضابطا من الضحايا، ربنا نحسبه من الشهداء وليس متهما بقتل الضابط، وهو العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسه، وكان لاعبا سابقا في نادي الترسانة، وابنه نفى بعد الحادث اي صله بتربطه بابو تريكه. في سبتمبر 2018 أيدت محكمة النقد حكم الإعدام على 20 متهما وسجن المؤبد على 80 آخرين بعد رفض طعونهم الحقيقة لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور نتيجة ونائبه 12 ضباط فرد القضية المعروفة بقضية كرداسة. في مايو 2024 قضت محكمة النقد أعلى سلطة قضائية في مصر بإلغاء قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج اسم لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب. ده نشره الحقيقة موقع اسمه صحيح مصر، وهو بيوثق المسألة. ليس لنا يعني أي شيء غير أن نقول وجهة النظر الثانية. في البعض شايف أنه إرهابي وإنه وهو بيقول لك أن اعتمدوا على معلومات مفبركة مش صحيحة بالمرة وأنه ما عملش ده. والحقيقة عملا بالبرنامج أن أنت تقول وجهة النظر بتقول وجهة نظر ثانية. أنا عارف أن الكاتبين وجهة النظر أنه إرهابي هيشتموني ويقول لي أنت بتساند الإخوان وأنت منهم كل الكلام ده يتقال. بس هيفضل المبدأ في هذا البرنامج ان نقول وجهة النظر التانية، وان انت ما تسيبش واحد يقود عقلك يغتصب عقلك وطول الوقت هو اللي بيوجهك ويسخن ويعمل حملة الحقيقة وانت تنجر وراه كما القطيع الحقيقة. يعني دي وجهة النظر بتتقال ودي وجهة نظر تانية، وحضراتكم اختاروا اللي انتوا تشوفوه، علما ان انا الحقيقة يعني ما فيش حد في مصر ولا من اللعيبه ولا من الاداريين ولا من اللي عاشروا ابو تريكه الا وبيقول فيه قصائد مدح. نمره 3 ان اي اعلام بيتصور الحقيقه وكذا الحقيقه يعني بيعدي على جهات كتيره جدا جدا جدا. يعني لو ان هناك اي شيء خاصه بعد حكم محكمه النقد الحقيقه كان قال لك لا الارهابي ده مش عايزينه. في عندي كلام كتير جدا الحقيقه، بس انا بتمنى اننا لا نسلم عقلنا لوجهه نظر واحده، مع كل تقديري واحترامي لوجهه النظر اللي بتتقال ان هو ارهابي وانه ابن 60 كذا وكذا. بس المهم انه يبقى عندنا القدره ان احنا نسمع وجهه النظر الثانيه. لما نسمع وجهه النظر الثانيه ما نسفهاش ونتهم اللي قايلها. هذا البرنامج ليس له مصلحه الا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل نوع من انواع التوازن يحترم عقليه المشاهد.